بما ان النهارده عن النوستالجيا، فانا بحب اعرف الجمهور. انا معانا الحاج فوكس، كان رجل كهف وهو صغير. كان رجل كهف وما بيعرف اي حاجه. فاكر؟ لا ما افتكرش طبعا. زهايمر لا ما اعرفش. طب مش هو كان راجل كهف. باشا انا ما شفتش، باشا انا ما عرفتش. بيقتطع الزرع اللي حواليه، ولما الزرع خلص ابتدى ينزل بقى الوادي النيل، ابتدي يزرع بقى ويكتشف. هنبدا من الاول. هو بقى في اللحظه دي ما افتكرهاش بقى، اتجمد في هذه اللحظه فمش هيفتكر. فرجعنا بقى بيه لهذه المرحله الحديثه، نرجع للحقبه الزمنيه فكنا التجمد من عليه، فهو برضه مش فاكر قديم. بس احنا هنتكلم عن ايه؟ التطور الطبيعي للحاجه الساقعه. السمنه. بس كده نبتدي الحلقه. نبدا. صباح الخير. صباح النور يا باهر، وصباح الخير على جميع مستمعينا، جميع شرقا مستمعينا. وغربا، شمالا وجنوبا. جميع المستمعين الستة اللي بيسمعون. في وصلنا الاربعينات دلوقتي. اربعينات ايه، 400 و800. المهم هنتكلم عن حاجه اللي حصلت في التطور الطبيعي. التطور الطبيعي للتكنولوجيا اللي كان بيتعامل بيها الطفل. طبعا دلوقتي طفل الايباد، فتلاقي الطفل مع الايباد، تلاقي الطفل مع حاجات بيلعب لعب احنا ذات نفسنا واقفين قدامها. شفت البني ادم السمكه؟ ايوه اللي بنقف ايه ده؟ بس وانت هو ده بتبني ازاي في فورتنايت؟ ولا انت جادو فور دي بتعديها ازاي؟ يا لهوي، هذا ما لم نسمع به من قبل. وتلاقيهم مع جينيوس في الالعاب الواد. في الالعاب وفي طيارة. حاجات التكنولوجيا هم احدث شويه. ايام زمان طبعا كان في الاتاري. فاكر الاتاري ولا مش معانا في الدنيا؟ الاتاري، بس انا بدات بلاي ستيشن 1. انا كان عندي سيجا، احدث من الاتاري سيكا. سيجا احدث من الاتاري سيكا. احدث من الاتاري سيكا. كان بالشرايط كده، كان عندي فيها ذا ماسك، وكان عندي فيها ذا ماسك ده بيعمل حركات مايكل جاكسون. اصلا هي لعبه تقريبا بتاعت مايكل جاكسون، ولابسينه بدله صفرا بس هم بيقولوا عليها ذا ماسك. انتاج سوني برضه. وماريو ايه تاني؟ كان في شويه العاب بقى اللي هي الحاجات اللي هي 2 دي 2 دي. ايوه الحاجات اللي بتقعد تتنطط وتعمل حاجات غريبه والكلام نفس ده. اسمها ايه، حرب الخليج. انا حرب الخليج برضه نفس الكلام، شرايط. دي كانت دي كانت اعظم اختراعات التكنولوجيا في هذا العصر. كان في لعبه بتاعت الواد الممثل اسمه ايه، كان اسمه جون سينا ولا كان اسمه ايه؟ اهو يا عم الزهايمر ابتدى. الزهايمر اشتغل. الممثل يلا بيقطعني عشان يقول حاجه ومش فاكرها. لا كان في لعبه زي الالعاب دي برضه، بتاع الممثل بيقعد ينط فوق الصناديق ويضرب ناس. اسمه ايه؟ قصير. ما افتكرش، انت عمال تطرع جنب المايك. الاسم اختفى. ما افتكر، ما اعرفش. انت فاكر حاجه؟ انت مشهور في جدا. عصر الحجري ما شفناهاش احنا. جاكي شان هو القصير ده. جاكي شان ماشي. كان في بقى في الفتره دي، او مش الفتره دي، ممكن يكون قبلها طبعا، الجيم بوي. الجيم بوي ده جهاز عباره عن فيه زرارين. الاسهم بتاعته وزرارين تدوس بيه. دي كانت بدايه فكره انك تشيل حاجه في ايدك تلعب بيها. ايوه دي كانت بدايه فكره المحمول. دي كانت في واحده بميه بتركب فيها حلقات كده بتاع. دي كانت بدايه فكره المحمول، مش الموبايل بتاع دلوقتي. كان اسمه محمول المليجي. كان بتمسك المحمول وتمشي بالمحمول وتحط جراب كده عند الحزام. فاكر الجراب ده كان جراب عند الحزام ده. كان الناس الابهات اللي هي الناس العتيقه دي هي اللي جراب جلد. الجراب اللي بيتحط على الجنب ده، تحط فيه البتاع. كان ايه؟ شايل فرد بجنب بس كده 100 شرطه قد الدنيا. وكان في العاب بقى كتيره جوه الجيم بوي زي الباك مان والسنيك ومش عارف ايه. الباك مان ده طبعا من اشهر الالعاب اللي كانت موجوده ساعتها، وبيتهيألي لغايه دلوقتي في تطورات كتيره قوي من الباك مان. اللي هو بياكل سكر او مش عارف بياكل ايه. لا بياكل نقط كده، بيقعد يجري على النقط وتاكل النقطه الكبيره، تقعد تجري على الاشباح اللي عماله تجري وراك في الخريطه دي. وطبعا من اعظم الالعاب اللي وجدت على وجه التاريخ سترونج هولد، بين قوسين صلاح الدين. الاخ طبعا كان بيلعب ريد الارت، ما يعرفش يعني ايه سترونج هولد اصلا. امرك يا مولاي انا في خدمتك. ده كان الجنود العرب اللي في اللعبه. كان في اساسا عرب مربوطين نفس فكره طائفه الحشاشين كده. كان في واحد نينجا لابس نفس اللبس الاسود بتاعهم ده، بس جوه واحد عربي تاني ماسك الدرع وماسك السيف، واحد عربي تاني معاه رماح بيرمي الرماح. كل واحد بيعمل والمنجنيق على راي عندنا مدمقه هناك ومدمقه هنا. المدمق ده يضرب كده والمدمق ده يضرب كده. يقوموا ايه؟ مالناش دعوه بالمضانيق دلوقتي مولعين في القلعه كلها. كان فيها دي، وكان فيها برضو شفت طبعا الابراج اللي في فيلم صلاح الدين. ما اعرفش اذا كان في ناس ما اتفرجتش على فيلم صلاح الدين ولا لا. يبقى انتوا كده مش عايشين في الدنيا يعني. أيوة. تمام.
فيلم صلاح الدين كان في الابراج الكبيره اللي اخترعوا لها بتاع عشان يولع في الجلد، يولع في موجوده في اللعبه برضه، بتحطها على القلعه عشان الجنود تطلع على هي القلعه. لعبه حربيه نفس الالعاب الحربيه، ما لعبه استراتيجيه بتفكر ازاي كلها تبني نفس الفكرة، تبني جيش تبني دوله مش جيش بقى، لانك بتراعي الاكل بتاع الناس وتبني مزارع مش بقر، مش حرب بس يعني هي كله، وتبني مزارع بقر، والناس تروح تذبح البقر وتجيب الجلد يعملوا منه الجلود بتاعه البتاع بتاعه الجنود. ايوه ويحط لك اللحمه في البتاع، وتحدد نصيب الفرد من الاكل في الدوله اللي انت عاملها. أيوة. هي ما كانتش دول قوي، هي كانت قلاع، بتبني قلعه طبعا. وتقفلها وتحط عليها بقى الناس وتحط عليها ايوه وتحط لهم. الراجل يضرب نار الراجل بيضرب اسهم لوحده، حطيت جنبه فازه كده فيها نار بيخلي السهم يضرب نار، تبتدي تولع في الحاجات اللي جايه من بعيد، بتزود حاجات في كانت لعبه الصراحه استراتيجيه عاليه قوي، زي ريد الرت كده، بس ريد الرت دي اعلى من ريد الرت. ريد الرت كان دي اعلى من ريد الرت كتير. ما انا كفكر. أيوة انما هي كان نفس الجرافيك ده. اللعبه ما تجيبش 10 جيجا ولا 5 جيجا حاجه زي كده يعني، بس دي من اعظم الالعاب الاستراتيجيه اللي موجوده، ونفسي في لعبه استراتيجيه زيها تاني ما تلاقيش. كلها دلوقتي بقت الالعاب الار بي جي، رول بلاينج جيم. ايوه بتلعب بدور الكاركتر ذات نفسه، مش جونجي من ضمن هناك انت ممكن تتحكم في الملك ذات نفسه، توديه تخبيه في حته وتوديه في حته، غير انك بتتحكم في الجنود، تشد على الخريطه تتحكم في الجنود كلها، وتعمل حمله على الناس دي، وتعمل تحالفات، نعمل عركه، وتعمل تحالفات في الخريطه، تعمل تحالفات مع الشخص ده وتحالفات مع الشخص ده عشان تهجموا على الشخص ده. وهكذا، وكلانز. كانت لعبه جميله جدا جدا، من اجمل الالعاب اللي اتعملت، ومش عارف ما بينتجوش زيها تاني ليه. خلاص بقى، ما اتعملت الفكره موجوده، ف ممكن ابجريد يبقى حاجه فيها جرافيك اعلى وكلام من ده ممكن. بس المهم بعد الجيم بوي بقى ظهر السيجا بقى، كانت بعدها على طول بقى ظهر بقى النينتندو، وبعد كده البلاي ستيشن 1. طبعا البلاي ستيشن 1 كان باسطواناته بيدور، عشان تدور الاسطوانه تفتح البتاع تلفها تاني، عشان ساعات وتعلق السي دي بيكون مخربش، العدسه ما بتقراش السي دي، فانت تفتح وتقوم تقعد تلفها اشتغلي بقى تلفها تاني عشان تبتدي تشتغل الاسطوانه دي. كانت ايام برضو الاسطوانات دي كانت جميله على فكره، كانت ايام مش قوي يعني، ما كانت تكنولوجيا مش واو، ما تقدرش برضو تحكم عليها، لان في ناس بتحب التكنولوجيا وفي ناس بتحب البدايه. في ناس انا هلعب 7 طوبات، انا هلعب استغماية. انا كنت طفل بضان، انا كنت بلعب الحاجات دي برضه، انا كنت طفل بضان ولا زلت بني ادم بضان. كنت بنزل الشارع، كنت مثلا الناس عاوزه تلعب في الشارع، انا اللي معاك كوره ارمي لهم كوره واتفرج عليهم بالكوره. انت مدير فني وانا اقعد اجري ورا الكوره، انا لسه انا اتفرج عليها. انت بتلهوا الاخرين في حتى حرفيا دلوقتي انا ما بحبش العب كوره، انا بحب اتفرج عليها. بحب تقتل الكوره، تقتل اللعيب وتلعب معاه. انا بحب اتفرج عليها، لان لما بننزل نلعب حجوزات كوره بلعب ماتش مصارعه، ما بلعبش كوره ودم وجزاره بيعور صحابه. تيشيرت الزمالك عندي عليه دم كده، ده دم واحد صاحبنا. عارفين اخوكم اللي يجي بياكل صحابه، هو بالظبط كده وهو بيلعب كوره. ايوه بناكل صحابنا والكلام ده. فما كنتش هاوي الرياضات بتاعت الشارع قوي، لعب الكوره، وما كنتش محترف اصلا نلعب كوره، ما كنتش بحب العبها، احب اتفرج عليه. ما انت فاهم، انا ساعات كنت بتفرج على الدوري البلغاري حناكه، فاهم، بلغاري اروح الدوري الروماني، ولا كفارس تخيليا جاي منين، جاي من روبن كازان وحاجات غريبه كده. فجاه يجيب لعيبه ويقول لك اللعيب ده هيتشهر ويبقى حلو، وفجاه تلاقي اللاعب ده حصل مع هالاند، من مكتشفين هالاند ده. مكتشف هالاند من ايام ما كان في مولدا في لا مش مولدا، هو كان فين؟ هي حته في النرويج، الزهايمر مش معدي. الزهايمر مش معدي، نادي عامل زي كره الرجبي او كره الامريكان فوتبول، وفيها حرف ام كده، ده موندا او مولدا، ده النادي اللي كان بيلعب فيه هالاند يعني قبل كده، دولته في الدوله اسمها. المهم نرجع بقى للتطور الطبيعي للحاجه الساقعه. نرجع للتطور الطبيعي للحاجه الساقعه. بعد كده تتطور، والاجهزه وبقى تشوف الاجهزه بقت عامله ازاي دلوقتي، يعني احنا عشان نسجل الجهاز عامل ازاي وفاهم الليله عامله ازاي، وشاشتين و3 و4. زمان يعني انا مش عارف اقول لك ان احنا كنا بنلعب في سايبر، كنا بنهرب من المدرسه زمان، اوعى تعمل كده يا كلب. كنا بنهرب من المدرسه زمان، نروح على السايبر، ابيليا من تحت البيت، ابيليا نادي على صاحب السايبر، يرمي المفتاح بلي، نفتح السايبر، قاعدين في تحت بير السلم وريحه عطانه بنت كلب وقاعدين طبعا الناس، مش في ناس ممكن تكون بتسمعنا ما حضرتش الكلام ده، ممكن يكونوا اطفال ما شافوش الكلام ده. لا ما شافوش السايبرات الصغيره، هو اكيد كوتي لا ما شافوش التلفزيونات دي اصلا. لا انا ما شافوش اللي هو الشغل السايبر الصغير اللي فيه 50 طفل. دلوقتي فيه حاجات كبيره، سايبرات صغيره، الفكره مش في كده.
الفكره ان التلفزيون بقى ذات نفسه اللي كان بظهر 3 متر وراه ده هو ده واخد مساحه. ايوه التلفزيون بتطلع من ورا. ما كانش ال سي دي بتاعت دلوقتي ولا وانت كنت بتقعد لازم تقعد قدام الشاشه، مفيش رجوع ورا بقى، انت قاعد قدامه عشان مفيش مساحه. ايوه مش كانت مساحه بالسلك برضه. بسلك البتاع بسلك ومش عارف ايه. دلوقتي السايبرات بقى كل واحد اوضه. عاوز تجيب واحده جوه لا مؤاخذه استغفر الله العظيم تجيب انا اعرف سايبر. شفت السايبر اللي ابوك وامك كانوا بيحذروك منه زمان؟ العيال بتضرب حقن وبودره جوه. لا ده مش درجه. العيال بتضرب حقن وبودره جوه. انا اعرف السايبر ده، في سايبرات. انا عارف ده كل باكيه كان فيها حاجه. هنا بيشربوا حشيش، هنا بيشربوا بونج، هنا بيشربوا ستروكس، هنا في ايه. ما كانش سايبر جهنم دي. انا دخلت سايبر ولا دخلت جوه في الله يخرب. مش سايبر، بلاي ستيشن. ما كانش مكان للعب، كان مكان للدماغ. يعني احنا كان عندنا بلاي ستيشن في الشارع. هو ما كانش من عبقريته ودهائه ما كانش كاتب بلاي ستيشن، كان كاتب بلاي ستيون. كاتبها غلط. بلاي ستيون. وكنت قاعد على دكه حديد بتطلع بص متعلم فوقك وانت قاعد دكه حديد كده وقاعد قدام الجهاز وبتلعب مع الحلاق وحاجه غريبه في منتهى الريبه اللي في الدنيا. ولعب قديمه بقى وناس قديمه انت فاهم. الجيل القديم ده كله العاب قديمه. لا ده ما كانش قديم قوي يعني. ده قول بالظبط من 13 سنه. قديم برضه. 13 سنه قديم برضه. مش قديم. لا ما مش قديم بالنسبه. التطور بقى يجري بسرعه فانت بقيت تلاقي حاجات اسرع. ده كانش ال سي دي. ده كان متطور ساكت. انما التانيين بقى كان الجهاز اللي هو بظهر ده بقى وقع بالجهاز بظهر. والمشكله انت كل ما تجيب شاشه كبيره تلاقي الظهر كبر منك فتلاقي نص المحل اتاخد في شاشه. ده كان ساعتها. نرجع بقى للسايبر اللي تحت بير السلم ده. كنت قاعد في السايبر تحت بير السلم عباره عن 3 اجهزه كل جهاز منهم واخد نص اوضه. ايوه هو واخد البتاع وهو تحت بير السلم حرفيا. ريحه عطانه جايه من المسقط. ما قاعدين في مسقط عمار، قاعدين في بير السلم حرفيا. فتعال جنب البلاعه وجنبك حاجات البيبسي وجنبك مش عارف ايه، واحنا اللي بنفتح المحل بنفسنا. تفتح المحل تفتح البلاعه بنفسك. الماتش كان بكام؟ الماتش كان ب 2 جنيه. نص جنيه. طب ماتش كان بنص جنيه. يعني تلعب نص ساعه ماتش كوره بنص جنيه. يابانيه. ايام يابانيه دي. يابانيه قبل يابانيه. لا ده 2008 و2009 و2010. ايوه الكلام ده 2010 كمان. وكان في الكوره اللي هي بتطلع نار دي كانت في لعبه. لا ده ويننج 11 2005. 2005 دي قديمه. دي 2005. والنعامه في حاجات والبطاريق اللي كانت بتجري ورا بعض في الكوره. انتوا بوظتوا لعبه الكوره بس يلا. كلها كراكات كانت بتطلع حاجات غريبه. اقول لك على حاجه برضه يعني. ما هو ده اللي مخلينا مش زي الاطفال الجديده ان احنا ما كناش بنلعب حاجه غير الكوره. ايوه انما في اطفال لا انا عاوز العب ماينكرافت، لا انا عاوز العب فورتنايت، لا انا عاوز العب جود اوف وور، لا انا عاوز العب إلدر رينج، لا انا عاوز العب. ودوروا على الالعاب الاحدث فالاحدث. ما ده بقى يطور لغايه دلوقتي انا اصحابي البهايم بيلعبوا بيس. ليه يا ابني يا حبيبي انت في حاجات اتطورت وحاجات بتجري قدام. بيلعب بيس 13 يا متخلف. اللعيبه اللي فيها مش اعتزلوا واتقتل. اللعيبه ماتت ويلعبوا يقول لك جالي بل يا نهار ازرق. ايه ازرق دي؟ ازرق واسود. يلا بيلعبوا لعبه من اكتر من 11 سنه. هي اختفت اللعبه. انا ماتت واتغيرت. بيلعب بيس 2013 بيقول لك لا ومش عارف ايه. زي تيجي مع الكائنات اللي عايز العب بيس 19 ايه. يقول لك دي جديده شويه. وي بيس دي ما بقتش اسمها بيس اصلا. اتغيرت. يلا فهو عاوز يلعب ايه؟ عاوز يلعب بيس 19 يخرب بيتك. والمشكله تلاقي عليها باتش يجيب لك اللعبه الجديده نص جديد على نص قديم ما تفهمش. الاهلي والزمالك وباتش البتاع بس ده في البلاي ستيشن 2 و3. وتلاقي جويرو لسه بيلعب اللي هو الله يرحمه البلاي ستيشن 3 بقى والكلام ده. وابتدوا تدوروا ان الدراع يبقى مش بسلك. كانوا بيعملوا باتشات بقى. الباتشات دي حضرت انا الباتشات دي برضه. بلعب بيس 2006 زمان. ساعتها في السايبر اللي انا كنت بقول عليه التلفزيون في ظهره 3 متر ده كنت بلعب بيس 2006. انا والكائنات. بس لما تلعب لعبه بيور اللي هو اللعبه في مكانها غير لما تلعب لعبه مضروبه وكل حاجه داخله في بعضها ما تفهمش. لا حلو بالاهلي والزمالك كنت تلاقي احمد جعفر في الهجوم يجري واحمد متعب باليوم الثانيه زي الباتش اللي تلاقي اللعيب فيه 101 اللي هو خرم الكبار. هنهزر 101 زمان بقى كان التفريط عالي قوي. دلوقتي طبعا عشان الالعاب بقت اونلاين فما عادش ينفع تتكرك. ما ينفعش تحط لها المدات، ما ينفعش تحط لها الكلام ده. فالالعاب دلوقتي احسن بكتير من القرف اللي كان بيتلعب فيه زمان. وبرضه بالناس بتقرا ويرجعوا يلعبوا. انت بتلعب فيفا قبل ما تبتدي الماتش دوس مسلسل تلاقي اللعبه كلها بقت 95.
95 كلها 95 كلها بس بقى لا بس دي اللعبه بتقولها لك للاثنين، ما تلاقيش انت عندك لعيب 101 المتعه زي فولتا كده اللي تلعب 5 على 5 5 على 5 المتعه مش من ايه، انت مش من بتستمتع أجل بحاجه يبقى في انما انت تروح تلاقي عامل لي نيمار 109 ايه ده؟ وايه 109 دي؟ كان هي 109 هي الحاجه المفروض تبقى 100%، ده الطبيعي. هو 109% جبتوا منين 109 و108 و102؟ عملتوها ازاي دي؟ عنده رجل ثالثه. عملتوها ازاي؟ ده دروجبا ده مالناش دعوه بيه. دي عملتوها ازاي دي يا جدعان؟ هو يحط لك اي حاجه وتلاقي نرجع بقى بعيدا عن البيس والكلام ده. طبعا الناس زمان كان في ادمان لعبه اسمها كونكر. والناس ياما ضيعت على قدام العيال، ضيعت قدامي فلوس. انا طبعا ببص عليهم، انا ما حضرتش التخلص. هو ايه العبط ده؟ انا شفت ناس بتلعبها قلت ليه بتلعب ده؟ ثانيه والله العظيم كان في ناس ساعتها، هم دلوقتي تلاقيهم 60 سنه، ساعتها كان عندهم 40 و45 سنه وقاعدين بيصرفوا فلوس على كونكر. انت ما تعرفش السايبرات عندنا كانت بتعمل ايه؟ بيبيع الاكونت. لا يا حبيبي، ده السايبرات عندنا كانت عارف اللي هو ده البلاك ماركت، ده السوق السوداء بتاعت جوه السايبر بيبيعوا السي بي اس والحاجات اللي بتبقى جوه في اللعبه، ويقول لك انا هلفلف لك الايميل، لفلف لك الايميل، اخترعوا كلمه جديده اسمها لفلفه، هلفلف لك وبلص. ايه هبلص دي؟ جبتهم منين دي؟ علي لك ليفل وازود لك بلس شويه، الفلف وبلص، الفلف وبلص. تخش تلاقي الناس ايه يا ابني زي بلك وتشرح كده لما تيجي تلعب بلك وتشرح ايه بل ايه الفلف الفلف وبلص يلا هلفلفك. كان العيال مدمنه والله. لا في واحد سرق ذهب امه يا نهار ازرق بجد، ما بتكلمش، انا ما بتكلمش الكلام ده هزار، عشان يعلي الليفل بتاع اللعبه، عشان يعلي الليفل ايه؟ عشان يشتري بيها شويه حاجات، اصطفات وورير ومش عارف اصطفات ايه، دراع وسيف ومش عارف ايه ومش عارف ايه. سرق ذهب امه وخسروا في الاخر في اللعبه. طب ما لازم يخسروا. دي كانت تصعب. الناس دي بقى دلوقتي اولادهم بقى دلوقتي هم اللي بيلعبوا هون اكسبت هو اللي ضيعها قبل كده ابنه جاي انا هطلع ماكينه لك ضيعت في كونكر الحرام اكسبت. هي فعلا ما هتلف وهتجيلك في ابنك. كانوا بيضيعوا في كونكر دي فلوس والله ما تتخيلها، والله ما تتخيلها. انا كونكر شفت الناس بتلعبها بس انا ما ساعتها الكلام ده من 13 سنه. لما الواد يحط 60,000 جنيه في لعبه من 13 سنه، 60,000 جنيه دول كانوا يشتروا بيت ساعتها. كانوا يشتروا شقه 13 سنه. ايوه يشتروا شقه. كانوا يشتروا شقه في حته معفنه بس شقه اسمها شقه، اسمها حيطان. ده راح يشتري شويه سيف ودرع في اللعبه. يا نهار ازرق. نفس التخلف اللي بيحصل في بابجي في الفتره من سنتين فاتوا. طبعا بابجي ولحد دلوقتي في العاب كده. انا عاوز اطور الام 4 التلجي، عاوز اطور مش عارف ايه الهبل ده. ما هو في العاب كتيره بقى تخش تلاقي فيه زي الليدر شيب بتاع الناس، او ما عنديش مشكله اعلى ناس في اللعبه تلاقي الناس دي رقم واحد. ما عنديش مشكله ان انت تلعب بالكلام ده، بس انت اوعى يعني خليك لعب فور فن، خليك واعي. اوعى دي مش اوعى حاسب، اوعى دي يعني خليك واعي شويه. اوعى يعني ايه اروح اصرف 300 جنيه على بتاع سكن في لعبه؟ انت عبيط، حضرتك اهبل. ما هو المشكله الفكره انتوا طلعتوا ايه؟ انا عاوز زي لو بيكسب منها، يعني اللعبه بتجيب لك فلوس فانت هتصرف الفلوس دي في اللعبه، اقول لك ماشي، بس اللي انت تصرف على اللعبه ما هو كانوا بيبيعوا. ما هو في كونكر بقى كان في عمليه تبادل كسوق بقى وبتاع، فيجيب الصفه دي وممكن يبيعها ويكسب فيها، وممكن يبيعها ويكسب فيها، وممكن يبيعها ويكسب فيها. بس بعقلك كده، هل اللعبه دي تستمر مدى الحياه؟ لا مش تستمر مدى الحياه، فاكيد الفلوس دي زايله، مش هتفضل ايه في نفس الريتم العالي ده. بتدفع فلوس في هبل، انت بتدفع فلوس في هبل يا متخلف، بتدفع فلوس في هبل. كان في سايبر عندنا برضو كان كل الناس يعني تخش تلاقي كل اللعبه تلعب كونكر دي فتره. يا ريتها كانت متعه مثلا انت تستمتع مثلا زي ميدل ولا الكلام ده، ولا بنلعب ولا الحاجات القديمه الثانيه. لا ده انت عمال تصرف فلوس على حاجات عشان تروح تبيعها تاني وتكسب فيها، فالعيال بقت مجانين. هي عمليه تجاره بس غلط، هي تجاره بس انت بتتاجر في ايه؟ والنبي انا حاسس ان هي كانت غسيل اموال اصلا، ولا تجاره ولا نيله. بس يلا اللي سرق دهب امه ده وداهم في الاخر يعني باع الاكونت وجاب الدهب تاني ولا باخ؟ كل سنه طيب. كان في سايبرات، انا عاوز اعرف كلمه سايبر دي جت منين اصلا من الاساس. هي ايه سايبر دي؟ يعني ايه سايبر؟ ايه علاقتها بانترنت كافيه او مكان فيه اجهزه؟ ايه اللي خلاها سايبر؟ هو المفروض انترنت كافيه، بس اكيد بيقول لك كلمه كده. حسيت ان انا دخلت الديب ويب فجاه كده. سايبر بعيد عن السايبر. كان في سايبر برضو جنبنا في نفس المنطقه، بس المنطقه عندنا عجيبه شويه. كاتب عندهم اجهزه كمبيوتر وبلاي ستيشن وبقال يرضوا
وبقى الياردو. وايه البلياردو ده؟ انا على ايه البلياردو بقى ده؟ الياردو بقى بلياردير. انا في حاجات كده انا جاي اتعرف عن الدنيا برضو، فانا عاوز اعرف هي ايه البلياردو دي. بقى الياردو. بلياردو والله كان كاتبها بلياردو بجد، وبتخش ما عندوش بلياردو اصلا. نفس يعني هو كاتبها على اليافطه وهو ما عندوش بلياردو جوه. ما عندوش اصلا. ما عندوش بلياردو جوه والله. يمكن ده الافيه عشان تخش تسال عندك الياردو، فهيقول له لا ما عنديش. ما في العاب كانت موضه يعني البلياردو. كان في فتره كده الناس اللي هو كلها بتلعب روح الصاله العب مش بلياردو. عارف ايه، العب بلياردو وكذا 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 وكذا، وتلاقي التنك وجايب لك الجوانتي بتاع البلياردو، اللي هو وجايب لك بودره التلج اللي بيحطوها على الاطفال دي، بيحطوها على صباعه عشان يلعب، عشان يعمل فيها ان انا يا جايب ده العده بتاعته. كينج ستوكر يا جدعان. يا جدعان انا ما جاش زيي، انا ما جاش زيي بيضرب البتاع بند تيجي في اللاست بوكت زي ما انا بعمل. يعني مش اهم حاجه انها تيجي في البوكت. هي اهم حاجه تيجي في الفورم اللي منين هناك. دي يا قرد؟ لازم الحسابات الهندسيه توصل وتلاقيه بقى برنس وتلاقيهم بيقعدوا يلعبوا بلياردو وبيلعبوا ماشي برضه لعبه فيزيكال حلوه احسن من الالعاب بتتحرك دلوقتي. احسن احسن من الالعاب دلوقتي اللي خلت الاطفال شبه زومبي، قاعد على الجهاز تيجي تشيل منه الجهاز الجهاز بتاعي ويقعد يعمل كده. والفكره في الاطفال كتير بيبقى عندهم ادمان بقى، بيبقى اسوأ لانه يفضل يزن عليك فانت مش حاجه قدامك تعملها خد يا ويقعد يلعب يلعب لغايه ما دماغه بقت ما فيش. بيأثر على الدماغ على فكره وبيأثر على العقل. انا عاجبني فشخ ان هم بيهتموا بالتكنولوجيا، ان الاطفال دي فاهمه التكنولوجيا بس مش لهذه الدرجه في الالعاب. دماغه بتبوظ، دماغه بقت عباره عن لعبه، بقى في ماريو عمال ينط جوه في دماغه وداخل في البلاعه جوه دماغه. الفكره يتعلم غير ان هو يتفرج. فرجه اسوأ من ان انت يتعلم حاجه ان انت تعملها، مش يتعلم حاجه ان انت تتفرج عليها. مش تلعب يعني هو خلاص بقت لعب 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 لعب، ما تعلمش طريقه السيرش. جايز بعد كده الناس دي ممكن تتطلع، الله اعلم. الله اعلم. حتى الان بيقول لك على مدار البتاع ما ينفعش تصدر حكم على حاجه ما عداش عليها اكتر من 25 سنه. هل الايباد عدى عليه 25 سنه؟ مش فكره عدى. هل جيل الطفل ما عداش عليه 25 سنه عشان تشوفه؟ الله ينور عليك. هل هذا الجيل من الاطفال اللي على طول بقى ماسك الايباد كانه بزازه، بدل البزازه بالايباد، بدل التيتينا بالايباد. عارف يعني ايه تيتينا ولا نعرف؟ يا نهار ازرق. تيتينا ايه؟ تيتينا دي بتاع اللي بتحط بتاع اللي بتحط في لهايه. تيتينا ما تقول لهايه. اسمها تيتينا ماشي. اسمها تيتينا. انا مواليد بيفرلي هيلز. يجي اسمها التيتينا ماشي. فبدل التيتينا بالايباد. الفكره بقى هو ما عداش على الجيل بتاع الايباد ده 25 سنه اقدر ادرس بيها هل هم قدروا يتطوروا ولا بقوا نسخه من البني ادم زومبي قل فكرا، فاكر ان هو زي فورتنايت هيطلع السيف ويطلع. لا سيف ايه؟ فورتنايت بتبني فيها، تقوم مطلع الخريطه توص عليها يبني لك البيت كده انا بقيت مهندس. لا ما هو دي الفكره بقى، انت لسه ما وصلتش لحاجه زي كده. لسه ما وصلناش للكلام ده، بس تلات ارباع الكلام ده بيحصل، وتلات ارباع الكلام ده ممكن تشوفه بعدين وهتقول امنت بيك يا شيخنا باهر. في الطفل ده ان هو بيتفرج على ايباد فجاه بيطلع، ولا الطفل اكيد مش هيبقى فجاه. ما هو والله العظيم الدماغ دلوقتي هو هيلبسوه النضاره يقول لك يتخيل الواقع. الدماغ دلوقتي بقت قد كده. ايوه طبعا انتوا مش شايفين قد كده قد ايه، بس هو قد كده قد كده هو قد كده سنتي وربع قد كده. ف يا ريت نهتم شويه بالاطفال اكتر ما هم ماسكين ايباد. خليه يمسك الايباد بس علمه السيرش، قول لي دور لي على المعلومه دي، فاهم؟ قول له دور لي على المعلومه دي. هو في سن قول له دور لي ازاي اعمل دي، قول له دور لي ازاي اعمل دي، قول له دور اعمل دي ازاي، فاهم؟ كرافتنج في العاب تعلمه ازاي البازل بتاع زمان. الطفل يركب البتاع فيبقى عنده دماغ شويه، دماغ الابداع والحركه، ان انت تعرف تركب حاجه تعمل حاجه. في اليابان اكيد ده اليابان ده كوكب ده تاني. يحطوا الاطفال في اوضه فيها العاب، وكل واحد يروح للعبه معينه ويشوف هل هو هيتعامل مع اللعبه دي بطريقه ازاي. مش هروح للعبه دي مش راح الطياره شغله طيار، ده غباء. ايوه اكيد يعني. شافوا ان هو مسك المفك وقعد يفك في اللعب. انا ما كنتش بفك العاب زمان، انا كان عندي العاب والله العظيم ما حصلت. انا كنت امسك كان عندي فيجرز سبايدر مان وباتمان وسوبر مان والجيمز بتاعتهم كل بالحاجات اللي معاهم بالسيوف بالعربيات كلتهم تاكلهم. ايوه بلاستيك. انا باكل بلاستيك. انا في مره مدرس الدراسات الاجتماعيه، كان ساعتها اسمها دراسات، ما كانتش جغرافيا وتاريخ لان ده كان اعدادي. اهو
مسك القلم، انا بقعد باكل القلم بكسره، بتاكل قلم بحبه بكسره بصوت طخ طخ طخ، فده مش هدي القلم من بقي رماه في الارض. قال لي بفكرني الحصه الجايه اجيب لك طقم ناشفه تمزمز فيه. قلت له حاضر يا استاذ، فكرك الحصه الجايه هات لي طقم ناشفه ايه عشان امزمز، عشان الاقلام بتطلع حبر في البق بعد كده ما تبقاش حلو. انا اكلت الالعاب والعاب جامده، اللعبه بلاستيك كله كلته كلته انتهى مع حلو كلتها. العاب المكعبات مثلا والكلام ده جايز يكون ده بينمي حاجات جوه الطفل، البازل تجيب له البازل 2000 قطعه والبازل 3000، في بازل 10000 قطعه الكبار ما يعرفش يعمله. ماشي، ما هو ده كده هينمي فيه اكيد ان هو يعرف يركب حاجه، يعمل حاجه، يعرف حاجه، يتعلم، يعمل سيرش، يبتدي لو مش عارف الحاجه يعرف يدور عليها فين. ان اصلا هو ده بيعلمه ان هو يعمل الحاجه غير ان هو يتفرج على حاجه بتتعمل قدامه مش هيستفاد. بقت الالعاب الالكترونيه اللي فيها وهم اكتر من الحقيقه والهه مصطنعه ويقول لك ده الاله السبارتي مش عارف مين، وده مش عارف مين، وده مش عارف مين. ما عنديش مشكله انك تاخد القصه، بس اعرف في الاخر ان دي قصه خياليه وليست واقعيه بالمره، ولا تمت الواقع بصله. ما هو هنا دور بقى الاهل او دور اللي دور الاهل ايه قسما بالله، الاهل في البطيخ الدور الثاني الاهل في الدور الثاني فعلا. الاهل ما هو الفكره انت الطفل بيتعلم حاجه، فانت لازم تكمل له الصوره بقى ان ده قدامك ده يا حبيبي ده عباره عن لعبه والناس بيهزروا وده مش عارف ايه، فهو ما بيوصلوش باقي الفكره بقى، هو ده بيوصل له ان انا دي اللعبه وده الناس وده مش عارف ايه، فلا ده هيبقى بالنسبه له اللعبه ده رئيسي وده حلو، وده انا رئيسي اسمه ايه في اللعبه، اسمه ايه كريتوس، وده اهم واحد في الكوكب. لا مش كده الفكره بقى. نرجع تاني للالعاب. كان زمان في سايبرات برضو، نرجع للسايبرات المريبه العجيبه. كان في سايبر عباره عن جهاز واحد، القعد مش انك تقعد على الجهاز مش باسبقيه الوصول، لا بالقفه خلصت خد قوم انا صعب قوم انا لا في بالادميه ولا وقت، لا بياخد على قفاه ويطلع بره. دلوقتي بقى في سايبرات انا وريتك السايبرات عامله ازاي. لا ده جهاز اجهزه وارجل، الجهاز مثلا معدي 100,000 جنيه ولا 150,000 جنيه جهاز يلعب بقى وور زون ويلعب بابجي ستيم او بابجي ايميليتور، يلعب حاجات العاليه ما يلعبش بتاعت زمان. وتلاقي في اعلان نازل لك الساعه ب5 جنيه، انا مش فاهم ازاي المحل ده الساعه ب5 جنيه. اخرنا ايه ميدل ومفيش بوازيك. اللي هيخش بوازيك كان في شفره دوج دي اسمها ايه، كان بخش برضه بوازيك. مفيش بوازيك، ما تعملش شفره بوازيك، مفيش بوازيك، وانا اخش من ورا البازوكه برضه اخش حرف الزال يكتب دوج اوفر باور يعني، عشان لو حد ما في الارياف اوفر باور فاكيد هيستخدم باور يعني، مش اكيد مش هيستخدم هافا لايف. انا ما لعبتش هاف لايف. شفره الدوج دي كان فين؟ شفره الدوج دي اللي بتديك حمايه ان انت ما تموتش، كان فين؟ مش تقريبا في ميدل تقريبا. وهافا لايف الناس كانت بتلعب هافا لايف، انا ما لعبتش هافا لايف وما حبيتهاش. هي نفس الفكره برضو، بيلعبوا العاب الشوتينج في المطلق. العاب الشوتينج الالعاب اللي زي ميدل والكلام ده مش كله دخل دماغي يعني. انا داخل دماغي الصراحه كل اوف ديوتي انما بابجي الهبل بابجي برضو وش قوي وبحس اللي بيلعبها دماغه مربعه. ما انا بلعب لك التجربه وبعد كده في الاخر احنا عندنا التجارب، ما عندنا ناس اللي دماغها مربعه عامله ازاي. ادمان بقى خلاص، انا اخش العب جيم وادمن، يخلص البتاع ويقعد يتفرج على الستريم، وبعد ما اخلص الستريم انت بتعمل ايه؟ اتفرج 7 ساعات ستريم. هي اللعبه مش متاح انك تلعبها على التليفون بتتفرج. ما انا نفسي افهم المتعه في اللي حد بيتفرج على واحد. انا عندي برضو حاجه، اتفرج على اللعبه بل انت ما عندكش الامكانيات انك تلعبها، بس هو عنده. انما لعبه انت بتلعبها مش بتتفرج عليها عشان يجيب لك هيدن في حاجه بتعرفش تعمل حاجه انت مش عارف تعملها، لا ولا حاجه، لا ده بيتفرج عليهم وهم بيلعبوا. هو بيتفرج على واحد 7 ساعات. هو لما اصلا انت حاطط ايدك فين؟ ما انت الجهاز قدامك وهتعرف تلعب. ما هو مش فاهم، انا نفسي افهم الفكره بتاعت الشخص اللي بيتفرج على واحد بيلعب 7 ساعات بيلعب نفس اللعبه اللي ممكن العبها على اي جهاز بشاشه. هو ما بيتفرجش عليه، ما بيتفرجش على اللعبه، هو بيتفرج على الرياكشن بتاع اللعبه. اي جهاز بشاشه. انا ما بقولكش تلعب 24 ولازم جهاز ايفون فشيخ، كول اوف ديوتي مودرن وورفير 3 ولا مودرن وورفير 2 ولا الكلام ده. ده بابجي بتشتغل على اي تليفون او بتشتغل على اي كلب. لا يوم ايه اتفرج ايه ده
يخرب بيت امك دي الميتين شكلك بني ادم. في العاب مثلا انت مش هتعرف تجيبها عشان تبقى على بلاي ستيشن او العاب تقيله مثلا، ما عندكش اتفرج الامكانيه، عليها. يقول لك ماشي اتفرج عليها. اتفرج عليها، انما اقعد اتفرج على واحد بيلعب اللعبه اللي انا ممكن العبها، لا اللي انا ممكن ابقى احسن منه يعني في هو البتاع. بيتفرج على الرد فعل الشخص ده، مش بيتفرج على اللعبه كلعبه. يا عم بس برضه بتفرج على توتوريالز ماشي، اتفرج على حاجه تقدر تعمل بتاع، حاجه واقفه معاك إنما تخش اعملها ضيفها بس. هتتفرج على واحد بيلعب اللعبه اللي انا ممكن العبها، ما مش حلوه، مش وحشه. ولا الاستريم الا ده لو كانت مثلا ممكن تكون في الاول انت ما تعرفش اللعبه فداخل تتفرج، عرفت اللعبه العبها. تكتشف انما يقول انت لك ماشي بتلعب اللعبه تيجي في اللعبه تروح تتفرج على واحد بيستريمها، ده انت اهبل. خلص الوقت لا مؤاخذة لعبه انت عبيط، لا مؤاخذة انت وقتك فين؟ انت دنيتك ايه؟ انت عايش ليه اصلا؟ انت عايش معانا ليه؟ موت هيجي وقت وهيبطل اكيد. موت. بس الناس بترش بالبيروسول في مدن. بيروسول ايه؟ يترشوا بكتامين في مدن عام في ودانهم. عشان ما ينفعش الناس دي، مش ما ينفعش تعيش تاني. التطور بقى التاني الجديد بقى ان هي الجيمز بقى، اي حد دلوقتي متاح ان هو يلعب الجيم. سيميليتور بيعمل له زي جهاز تاني بيلعب عليه. لا دلوقتي الاجهزه برضو الناس بقت تعرف تجيب الاجهزه الحديثه، وتجيب كارت شاشه مش عارف ايه، وتجيب بروسيسور مش عارف ايه ايوه تبريد متاح كولينج، واجيب. فالالعاب تطورت تطور تماما. احنا كنا بنلعب ايس تاور فرحانين بيه. فاهم؟ انا كنت بلعب على الجهاز ايس تاور، والقط مش فاكر اسمه ايه القط ده، قط كده قرصان بيقعد برضه نفس الفكره 2 دي كده وبتاع. هيركليز لعبه هيركليز طبعا كنت بلعب لعبه فلاش كده، حاجات صغيره. احمد راتب اللي عامل صوت البتاع اللي ورا ده بيقعد يجري ويقعد يكلمك وبتاع. كانت الالعاب ليها ايه وفي قصه انت بتتفرج اصلا زي هيركليز ده فيلم مثلا او حاجه، فانت بتلعب اللعبه بتاعته فانت فاهم الدنيا، انت مش رايح شويه وليها بتاع وفيها ساعات بيحطوا فيها معاني، وساعات ما بيبقاش فيها معاني، مجرد للهس فقط وليس اكثر. بس الالعاب الحاليا كلها اغلبيتها اتلف سرقه في سرقه. نفس فكره بابجي ونفس فكره مش عارف جي تي ايه حراميه السيارات المتطورين. جي تي ايه حراميه كانت مكتوبه على الاسطوانه زمان على البلاي ستيشن بقى بجد، حراميه السيارات المتطورين. ايوه دي لعبه الاطفال اسمها حراميه السيارات، عشان تروح تسرق العربيه الفلانيه وتسرق البنك الفلاني وتعمل العصابه الفلانيه وتعمل كذا وتعمل كذا. جنجستا فور امريكان بيبل. في العاب بقى دلوقتي بتحاكي الحياه الواقعيه. الناس ما بقاش عندها حياه في الدنيا، فداخل يبيع لبن في جي تي ايه. داخل يشتغل مسعف في جي تي ايه. يا ابن الحلال، هو الفضاء وصل للدرجه دي يعني؟ داخل يبيع لبن في جي تي ايه. الفكره الناس دي مش بتلعب اللي هو العب ساعه واقوم وخلاص، قاعد حياته كلها قاعد زي في لعبه اسمها سيمز دي، كل بتاخد قرارات خلاص حياتك، في ناتج، وتتجوز مين وتعمل ايه وتروح فين وتسكنها ولا في مكسب في اللعبه، في مكسب في اللعبه من يعني هو بيقعد حياته كلها بقت في اللعبه، يكسب في فلوس بتجيله من لا مكسب معنوي يا حبيبي. معنوي ده يقول لك برافو، هو مش ستريمر يعني عشان يكسب منها. يعني ممكن يقعد 10 سنين بيكون شخصيه جوه ويتجوز ويخلف ومش عارف يعمل حياه جوه لعبه، وفي الاخر مفيش، وفي الاخر لا شيء بلح ولا اي حاجه في اللعبه. بقابلني هناك في اللعبه، انا هدفع لك $1,000,000 في جي تي اي. بقى معاك $1,000,000 هتجيب عربيه جديده في جي تي اي. وتلاقيه بينزل بوست انا جبت عربيه جديده وفرحان. جايز الناس دي برضه تكون مش عارفه تحقق احلامها في الواقع كما معظم الشباب في بلادنا، فبداوا يعملوها ايه في هذه الفكره، لانها بقى يطبقها في ارض الاحلام. اسهل ارض الاحلام. انت بتمشي اليوم بسرعه، وهناك بتقبض بالدولار يالا، والهايست فلوس. هنا مفيش الكلام ده، هنا تشتغل الشهر كله ب1000 جنيه يا ابن هناك بياخد كوينز عاليه والدنيا معاه حلوه، بيعرف يجيب عربيات والدنيا كوينز عاليه وبيجيب عربيات وبيعمل ده، والام بي سي اللي حواليك بتساعدك، الام بي سي اللي هي الكاركترات اللي مالهاش لازمه العادي، فبيساعدوك. زي الفيلم بتاع اسمه فري جاي ولا كان اسمه ايه؟ فري جاي. لما راح دخل في اللعبه هو كان ام بي سي، وبعد كده تحول لبني ادم، وابتدى تتدرج به الاحداث، وتتوالى الاحداث في اطار كوميدي ملوش اي لازمه، الا ان وصل النهايه وانتصر الخير على الشر. تنزل بالتترات يا ابني. ده اللي بيحصل في كل الالعاب، وده اللي بيحصل في الدنيا هذه. طب دي السايبرات، الدنيا مريبه. والسايبرات كان زمان مشروع بقى، ما انت ما بتكسبش، ما كان مشروع 2 جنيه ويا دوبك على بتاع. لا كان في مكسب على فكره. مكسب؟ لا كان في مكسب والله. اسمع، مين الوقت ده كان عملوا ايه؟ فين الناس دي؟ ما هو خلاص بقى قلب.
اختفى الولد. ما أنا هو كل بروح واحد، فين؟ ما انت بتخش منطقه بيئه فاضيه ما فيهاش اي حد ولا في تكنولوجيا ولا الكلام ده. هتلاقيه راح اشتغل سباك في الخليج، خلاص ولا بقى بتاع، غير كاريره صاب بقى. شيشه في دبي ولا. ما هو بدا الناس كلها بقت تجيب اجهزه في كان- بيوتها، ما بقاش في حد يقعد في يا حبيبي السايبر. اللي كان بيفتح سايبر ده اصلا ما كانش عنده كارير، ما كانش عنده ايوه حاجة. بقى ده فاضي. هو في شويه فلوس اما حط جهازين واجيب عيالين او تلعبوا حاجه اكسب بيها وبتاع، وفي الاخر فلوسه راحت في لهو. ولازم جنبه. والاجهزه عاوزه تطور، والعيال بتاكل العيال بتاكل الأجهزة. زي ما العيال بتاكل الدراعات في البلاي ستيشن. انا عاوز اعرف العيال اللي بتاكل الدراعات دي تلاقي كل الزراير معلقه في ايه يا ليه؟ هلاقي الانالوج الجلده اللي عليه بتاكل الجلده اللي على الانالوج ليه يا ابني الدماغ؟ والمشكله في زراير احنا ما بنستعملهاش غير في تكه بسيطه في نص ماتش في حاجه، تلاقي فجاه الزرار ده باظ. طب ليه الزرار ده باظ اصلا وهو ما بيستعملوش؟ بياكلوها العيال دلوقتي بتاكل الدراعات بقى. الدراعات بتاعت دلوقتي بيحرقوا. فايف غاليه ب 5000 جنيه و 3000 جنيه الهاي كوبي. بتاكلوا ايه يا اولاد دي بفلوس دي؟ الدراع ب 5000 جنيه. ده انا عشان الزرار اجيب جهاز بايظة. فايف دلوقتي انا احوش له مرتب سنه. الدراع الجهاز ب 30000 جنيه حاجه زي كده. احوش له مرتب سنه عشان اجيبه. وانت يا ابني ما تيجي في جيم دافع لي فيه 30 جنيه. طبعا 30 جنيه دي اسعار مش موجوده غير في حتت معينه، انما في اي سايبر ابن ناس هقول لك الساعه ب 100 جنيه. ايوه اقل حاجه. ده اقل حاجه. قسما بالله انا في مره قاعدين في البلاي ستيشن الحساب طلع 710. 710 ليه 710؟ لما فاكر. ليه 710؟ ليه 700؟ انا عاوز اعرف ليه 700 عشان بنلعب مالتي يعني. خدتوا الجهاز وانتوا ماشيين. 710 وارقام بيتكلب في ايوه في 5 6 ساعات، 5 ساعات 5 ساعات على 710 عن الساعه ب 35 جنيه. 35 جنيه. طخ دي 35 جنيه ايه يا اسطى؟ لا بس كتير 700 جنيه انت مهندس 35 جنيه ايه؟ 700 جنيه 710 كتير برضه. 710 على البلاي ستيشن انت قاعد بتترفه. ما هو ده كتير. الناس هي بقى كده. دي بقى الناس اللي بتكسب، دي الناس اللي عملتها أيوة. كماركتنج صح انها ممكن تقدر تكسب. ما بتفرق المكان برضه. الناس زمان كان اخر السايبر ايه 2 جنيه وبقول لك القعد ما هو انت باسبوكيه القفل. مش هتجيب بقى سايبر تحت بير السلم بتشم ريحه خلق ولا مؤاخذه. طب ما هو ل- هي دي جهاز. اللي كانت المقدره ساعتها. ما أيوة، ما هي كانش دي في الفكرة. ما كانش في طب بقول لك بلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن 3. ما زي احدى المحلات اللي بيكون عامل لك باكيه وقعده وشاي وقهوه بل ساعتها وشاشه كبيره بل LCD. ساعتها انا بقول لك اهو ده كان قمه التطور. ما هو ده كان اقصى حاجه. ده كان قمه التطور. وتلاقي الجهاز كان ساعتها بكام؟ ب 3000 ايوه جنيه. وتقعد اليوم كل بقول لك كنا بنبقى هربانين من المدرسه يعني قاعد الدنيا مفتوحه معاك. اجر الجهاز ده في تقعد البيت. اليوم كله تدفع 5 جنيه. تروح تنادي الراجل وماتش احذف بنص لي المفتاح جنيه وانت واصحابك وقاعدين بتاكلوا وانا هدورها بتاكلوا لك. الجهاز وتاكلوا وفي مشاريب كان في تقعد مشاريب، بقى تشرب. كان في بيبسي، احنا كنا قاعدين اصلا ورانا عباره الخلفيه الحضاريه اللي ورانا حته خش نازله من السقف ورانا صناديق بيبسي. ايوه فاللي انت عاوزه هتلاقيه. وجميع الانواع وجميع الاشكال موجوده. كازوزه. جميع ازاز الغاز ما كانت ازاز. ايوه كانت كازوزه. ازاز عشان لما تخسر من صاحبك تشخن تشي على دماغه قومي على روح جيب دماغ ديك نصين. كان في احدى السايبرات عندنا في المنطقه كان الاطفال من سن حوالي مثلا 10 سنين اللي هو مثلا ثالثه ابتدائي كانوا بيروحوا يلعبوا ضربات جزاء على فلوس. بيلعبوا قمار ضربات جزاء اللي هو مش هيلعب الماتش، انا هلعب ضربات جزاء مع واحد على فلوس. ضربات جزاء بس. ضربات جزاء بس. طب ما تلعب ماتش كون ما تفهمش. طب بيلعبوا ضربات جزاء ما اللي هو دي- ما دي الفكره، مش الماتش ده بيعرف يلعب وما بيعرفش، لا ده انت هتشوط ضربه جزاء بس، فهي ما فيهاش اي فن، انت هو حظ. ايوه اللعب على الفكرة فلوس. اللعب على فلوس. ده عيال صغيره يا نهار، ده عيال هم كبروا دلوقتي بس سن. طب بتعمل ايه يا ابني؟ بلعب على فلوس مع عيل كبير، واحد كبير بيلعب مع عيل صغير ضربات جزاء ويكسب. الواد الصغير كان بيكسب، ده كان مسخره. حصل امام عيني هذه الفكره والعيل الصغير بيلعب على نفضوا فلوس. نفضوا يا عيني. نفضوا. لا وما كانش بيلعب، كان بيلعب ماتشات بقى بجد، ماتشات كامله وبيخسرها برضه الاخ فبيدفع فلوس للعيل الصغير ده. كان في ماتشات على اللي يشيل مثلا اللي هو اللي يكسب اللي يتغلب يدفع. اللي كده غالب يدفع. هو برضه ده حرام. حرام برضه. يعني ما اعرفش بس انت كده هتدفع. حرام. ايوه اكسبوا ماتش بقى يعني خليك اللي هو تعالى اعزمك وخلاص، بس ما تقوليش على فلوس ونلعب على اللي يشيل ونلعب على نلعب على اللي يشيل ونلعب على البتاع. ليه ما هم البلي زمان البلي وكانوا بيلعبوا البلي كبلي. كانوا بيلعبوا البلي انا معايا شويه بلي العب عليهم رفه
الرفه دي اللي هي ملك وكتابه، بيلعب عشان لو في بيلعب حد بالي. لو في حد من ايجيبت بيسمعنا، الرفه دي اللي هي ملك وكتابه. لو انت مش عارف ملك وكتابه انا مش عارف اقول لك ايه. والرفه غير الراجل التاني. يعني انا مش عارف اقول لك ايه يعني. اجيبها لك منين دي؟ الجنيه بيبقى مرسوم على ميتين امه، من هنا حاجه ومن هنا في كتابه. هو يقفل ايده عليه ملك ولا كتابه لو انت مش فاهمها يعني. لو طلعت غلط بياخد كل البلي اللي معاه وكل ايه ده؟ لا بتلعب على البليه وكفيني. كفيني حلالي. كفيني لسه معايا بليه. انت ضحكت عليا في البليه بتاعتي، كفيني. والبليه السفروك كان ببليتين عادي، وكان في بليه ميه، وكان في البلي القلبه القلبوز في الالوان ده اللي هو كان في واحد ازرق واحمر ومش عارف كان في بليه كلها. كان في الوان، وكان في الميه، وكان في السفروك. شفت الحديد؟ وكان في الحديد. الحديد دي كانت بتكسر الحديد. ده بلي رمان، ده رمان بيلعبوا بلي جايبينه من البتاع وبيضحكوا على العيال. كانوا بيلعبوا بيه. لا ده رمان بلي مصطادين من عند اي بتاع ميكانيك ولا ايه بتاع خرده، وجايبينه بيلعبوا بيه بيضحكوا على العيال. بيقول لك ده غالي وده احزن ومش عارف يا عم ده كانت شنطه البلي كلها كانت ساعتها بجنيه. دول اللي يلعبوا عليها بقى ايه. بس اختفى البلي ده، اختفى من العاب الاطفال اصلا في الشوارع ولا لا لسه موجود مش في كل حته. ماشي، الاماكن اتطورت شويه فما بقاش كل الاماكن. ما انت مش هتلاقي حد في التجمع الخامس بيحفر في الشارع مبوظ الاسفلت وحفر فيه عشان يلعب بالبليه اللي هو عاوز يلعبها. اسمها حفره. كان في حفره بيحفرها. وجوه الحفره ومش عارف ايه والشغل ده كان في اختراعات في البلي كمان كانوا بيعملوها، يرصوها زي البولينج كده في مثلث. ايوه زي البلياردو، بتتعمل زي البلياردو واللي يخبط في واحده وبعد كده يبدا ينشن في باقي المثلث. لا زي البولينج وتخبطها. أيوة. وهكذا نفس الفكره بتاعت البولينج. دي بتساعد على النشان وان الطفل يتعلم يتنشن. ما كانش بيلعبوها بقى، بقول لك كانوا بيلعبوها مره فكفيني يالا كفيني حلالي. معلش انا جايب 500 بلي عايز اروح بيهم. كفيني ويخسرهم كلهم. كفيني. لا انا ما كنتش بجمع البلي بقى، انا كنت بجمع ورق يوجي. يوجي ده كرتون كان بيجي زمان في كروت زي بيكاتشو ومش عارف ايه. في كروت وبتاع. انا كنت مدمن. انا كان عندي اكتر من 10,000 ورقه. ايوه 10,000 ورقه. 10. انا في واحد قطع لي ايد اوكسوديو. ايد واحد. لا اوكسوديو ده كان وحش عشان تكونه الراس والايد والرجل كل واحده في ورقه. هو قطع لي ايد وانا كان عندي 10 ايادي اصلا. يعني كان عندي منه كتير. ايوه الورقه بتاعتي يا ابني. عندك غيرها طب ما تسيبها. ده كان شقى عمري أنا كان عندي من اليوجي ده انواع طبعات. يعني في طبعه نظيفه، وفي طبعه نص لبه، وفي طبعه الكواليتي بتاعتها اللي هي البلاستيك اللي بتلمع دي. كان عندي اشكال كذا نوع كنت بجمعه تجميع جامد قوي يعني. ايوه. لا برضو كان في بقى فتره، كان زمان ما كانش في حاجه اسمها شيبسي، كان اسمه ليز. كان اسمه ساعتها ليز. كان بيكسب بوكيمون جوه مجرد دوريه كده بلاستيك معفنه محطوط عليها الكاركتر اللي في بوكيمون وبتاع. ايوه. واحد صاحبنا لا ايش ده بطل البتاع. وبقى سرقه بقى وخباه في جيبه وهربان بقى طول النهار، والواد عمال يدور عليه في المدرسه وعياط وسويت وبتاع. والواد مبسوط بقى. قام حطه فين؟ في اللباس، في داخل اعضائه في اللباس. وماشي ومش عارف ايه. فدخل الحمام وقع منه جوه عاوز يطرطش. بيفتح البنطلون اشوقع في القاش. اشوقع في الميه. هاته بقى. عمل عليه حوار في الاخر هو وقع وراح في الجوافه خلاص. البوكيمون ده بقى في زمان في الليز. انا جبت كيس ليز زمان طلع فيه شيبسيايه واحده وكله مكسب، والباقي كله بوكيمون اشكال والوان. حلو. فوصل مثلا ان انا عندي 300 واحده 400 واحده ما بعملش بيهم حاجه ولا بلعب عليهم رف. اصلا مش من هواة ان انا العب رفه وانزل العب في الشارع. أيوة. قلت لك انا كنت طفل الضان وستيل بني ادم ضان. حاجه حلوه ان انت ما بنزلش العب في الشارع. مع الحاجات. لا ما بنزلش العب في الشارع، والغلط كان لازم انزل العب في الشارع واكتسب ثقافات. انا بلعب كوره يعني. ثقافات من الاشكال اللي موجوده في الشارع دي المنطقه. بس احنا ما تسيبناش دي الشخصيات وطلعنا شخصيات منها. المهم والله يعني اكذب اخش النار عشان اقول ان انتوا شخصيات. احنا بنتعلم. انا نزلت الشارع لعبت كوره، يعني لعبت كوره ككوره بس ما لعبتش. يا عم انا نزلت الشارع. انا قلت لك قبل كده كان امنيتي في الشارع ايه، حكيناها في حلقه قبل كده، ان انا اطلع رجلي مش مكسور. بنزل العب بالعجله اتكسر، بنزل العب بالعجله اتكسر، بنزل العب بالعجله اتكسر. عادي.
عشان كده هو ما بقاش يلعب، لانه بقى يديهم الكوره خدوا العبوا انتوا عشان ما لا لا تكسرش. لا انا ما كنتش بلعب كوره بقى، انا كنت بلعب بالعجله اصلا، ما كنتش بلعب كوره، ما كنتش حتى رحت. كنت صاحب الكوره بس. اقول لك على حاجه، رحت تمرين الكوره في الاستاد امم ورايح بقى وبتمرن وبتاع، وقفت مش عجباني. ايه العيال اللي بتجري ورا كوره بلاستيك؟ لا مش عجباني والله، مش عجباني الفكره. فقلت الكابتن انا عاوز اقف بقى حارس مرمى، هقف جول. فوقفت جول. الكابتن بقى مش عارف ايه، ما تفوق يا ابني، هو انت واكل فول؟ انا واكل فول؟ طب والله ما العب اللعبه دي تاني. وسبتهم ورحت لعبت سله. هو طب ما يعني واكل فول مش فاهم. بقى هو كده والله ما انا لاعب اللعبه دي، جناحه يعني والله ما انا لاعب اللعبه دي تاني. تلعب معاك. ورحت العب سله عشان بس- امسك الكوره بايدي. فاهم؟ مش امسك الكوره ما هو نفس الفكره برضه، واقف حارس تمسك الكوره بايدك والسله الكوره بايدك. لا 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 غير الحوار. الكوره كانت التحكمات بتاعتها طبعا. لا ده اللعيبه بتاعت الدوري المصري في مستواه في الكوره. ايوه يعني انا مستوايا مستوى اللعيبه الدوري المصري زي محمد مجدي ده قفشه. بجد يعني انا ما ينفعش العب كوره، مستوى اللعيبه الدوري المصري ما ينفعش العب كوره. ايوه نفس الفكره، نفس الدوري عندنا. كلها شغاله بالواسطه، وكلها شغاله يا انت يا ابني الكابتن يمك حلوه. على راي الزعيم مرتضى منصور. يا ابني الكابتن يمك حلوه، انما انت عندك كوره. يعني ايه عندك كوره يا حبيبي؟ يعني انت روح يا ابني ما اشتغل في فرن عيش بلدي، انت هتشتغلنا ايوه تلعب كوره؟ يا نهار ازرق، انت موهوب، انت موهوم يا ابني. موهوم. ففهمت. ما استمتعتش بلعبه الكوره، بس استمتعت بالفرجه عليها بعدين. يعني ايوه بقيت احب بقى اتفرج في- على الكوره. وليه؟ لان الناس برضو الكوره فيها فيزياء وفيها بتاع، فيها حركة وفيها تعرف تنافس. تعمل الكوره ازاي كده وتعمل الكوره ازاي كده. لا انا كنت ساعتها طفل وانا عشان دماغي بالهبل ده، ايوه العيال بتجري واستلمها بوش بس رجلي. اكيد لعب انا الشارع او لعب دلوقتي عشان اعرفكم ان انا مستواي نفس مستوى لعيبه الدوري المصري، بشوط الكوره بسن رجلي، ما بشوطهاش ببطن رجلي، ما فيش حاجه اسمها بطن رجلي دي. مش بطن بصباع سن بالسن طخ كده، انما اشوطها بجنب ايدي لا ايه ونقعد جنب نجيبها يمين وشمال ونقعد نلفها. لا لسه هنقعد انا نلعب. اتفرج عليها والعبها بلاي ستيشن، الدنيا زي الفل، ايوه واجيب احلى فنس في البلاي ستيشن ونلعب وتعالى وربنا وي 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 وفاهم الكوره لغايه اخرها. انما العبها فيزيكال لا. قلت لك مش هلعبك كوره. نلعب بسرعه. كنا في حجز في يوم من الايام، مم. وانا كنت واقف حارس مرمى، على اساس ان انا كده كده برضه مش هنزل اجري في الملعب. ايوه فاقف- لسه هنجري ورا فوق الكوره. حارس مرمى، اصل انا لما انزل اجري في الملعب وهم عارفين يا هفضل مدافع هكسر 200 جول، مش هعمل حاجه تاني. هباص الكوره هباص الكوره وكسر، هباص الكوره وكسر، هباص الكوره وكسر بس. خليك في الجون احسن. فالواد واقف وانا واقف في الجول، الواد كابتن حسن شحاته كان فاكر نفسه وقام شاطها جامد فيا، بس طلبها ونلها. انا هنزل ادافع، اقف جون يا توتو راح وقف جول، نزلت كلت ميت كلت بقى انت بتشوط الكوره فيا انا ترتان. شفت السجاده لما بتتبرم من في أيوة. لما تيجي تبرم شلتها بالويل. خد يلا انت مش شوط فيها الكوره جامد، تعالى. الواد ما عملش جريمه يعني. لا عمل جريمه، يشوط الكوره يشوطها بالراحه وانا اشوف هدخلها له جول يا عم. ايوه وأنا يعني أقول انت له لا. هتكون رؤوف بيه وتدخلها له جول. هدخلها لك جول يا سيدي ازاي يا تشوطها فيه؟ راجل. يعني اخي في الاسلام وداخل عليا ونفسه يجيب جول، ما فرحوش، افرحه، ده اخي في الاسلام. هيسيبها خش يا حبيبي اهو الجول اهو. انما تشوطها فيه تيجي في جسمه وتعوره. لا ازاي؟ انما انت عامل لي فيها بقى وصدتها انا في الاخر، لا تعالى بقى. هتلعب وصدتها انا في الاخر. هتشوط فيها الكوره، هتبرك انت الكوره وهشوطك. هو انا ياما كنت هموت الواد والله العظيم كان نازل على سن الرصيف، وانا لحقته بايدي قبل ما يموت. قبل ما يتكل على الله كان نازل بدماغه على سن الرصيف. انا مش عارف ليه في ملاعب الكوره اللي هي الساحات الشعبيه، الملاعب الكوره الشعبيه، ليه عاملين رصيف جوه الملعب؟ لا مش عارف دي صراحه. المفروض لا الملعب الخماسي ما يكونش فيه رصيف. ما فيش رصيف كبير. طب ورصيف اسفلت ده الخماسي ما ينفعش تلعب فيه اوت، والكلام ده ما بيتلعبش فيه اوت بالرجل. ما لا مش بالرجل، ما بيطلع، ما الكوره ما بتطلعش اوت، بيبقى في حيطه تخبط في حيطه وترجع لك وترد. يكمل عادي. ده اللعب اللي بيلعبوه خماسي في الهند، واللي بيلعبوا كوره خماسيه في الصالات كذا حتى بيعمل لك مقفوله، ما فيش اوت، ما فيش. احنا عندنا بيعمل لك ديسك بره عشان الناس البدلاء يقعدوا بره. انما الدكه وبتاع فطبعا والدكه دي اسفلت يعني ممكن أنا تنزل ما بدماغك. بسميش انا بسميش هو جاي جنبي رجلي ومتشال رجلي الاثنين نازل بدماغه على الرصيف، فهو نازل بدماغه على الرصيف، قمت ماسك كده قبل ما ينزل على الرصيف. يعني انقذ حياته قبل ما يموته. انا اللي كنت هقتلك، بس انا اللي عافيتك. كان هيدمره. انا اللي كنت هقتلك، بس لا، مش ما انتش ميت النهارده. اموتك في ماتش تاني.
يبقى تيجي فاكر؟ لو راجل يلعب معاك في لعبه عندنا اسمها الصاروخيه. لا ده انا اتفرجت على كاس العالم انا كنت بلعبها عندنا الصاروخيه اللي هي الحلقه اللي مرفوعه حلقه مرفوعه في مش حلقه كرة السرعه. واحد أصل واقف في ناس النص وفي حلقه يمين وحلقه شمال بتنشل في ناس بتخلط بين كرة السرعه والصاروخيه. كرة السرعه دي مربوطه بفتله كده، كرة مربوطه بفتله حوالين بتاع مالهاش ايه من دي سفهم ايه بتقعد تعمل كده ودي حديد. الصاروخيه دي انا بالنسبه لي يعني اصعب من كرة اليد، لان كرة اليد الجون مفتوح. لا وكمان انما دي حلقه واقفه لك، مش حلقه زي السله. والحلقه طويله فشخ، الحلقه طويله وفي يعني لازم تجيب واحد اطول من داخل 2 متر عشان يطول الكوره يقف جون اصلا يعرف يشيلها. ايوه الفكره مش في كده، دي مش زي السله فاهم. لا عشان نفهمها للناس برضه، عشان الناس ما تفهمهاش. انا حضرت كاس العالم في اللعبه دي. كان كولومبيا والعراق ومصر ومش عارف مين كمان كده كانوا بيلعبوا عندنا هنا في الاستاد. ده هنا في المنطقه؟ هنا الاستاد اللي هنا كانوا بيلعبوا كاس العالم هنا. ما حدش سمع عنه غيري، لان انا كنت بتمرن سله قبلهم، بتمرن سله بعدهم، فمستنيهم يخلصوا الماتش عشان انزل العب سله مكانها على نفس الملعب. انا لعبت اللعبه دي برضو كان في الصاروخيه دي برضو كانت لعبه والناس كانت مهتمه بيها في فتره من الفترات. بعد كده هي اصعب من اليد. اصعب من كره اليد من حيث النشان. انك هتنشن في الدايره دي دايره عامله زي الرينج لايت. هي الكره بتاعتها تقريبا قريبه من كره اليد. ما هي كره يد بس الدايره زي الرينج لايت كده، وانت المفروض تجيبها في الرينج لايت ده يعني عن بعد بقى ومسافات براحتك حتى مهما انت تجيبها، بس هي كل بعد بنقطه بعدد نقط يعني. ما كانتش بالنسبه لي مهم، بس كانت حلوه والله، كانت لعبه حلوه. لا اختفت اللعبه دي، بس شوف حد بيلعبها ولا ما هو انا بقول لك حتى دلوقتي العيال ما تلاقيش عيال كتير بتلعب كوره، ما تلاقيش عيال كتير راحت تتمرن. زمان كان ما عندكش حاجه، لان ما كانتش الاجهزه متطوره قوي كده، ما كانش من كل بني ادم معاه ايباد، ما كانش الطفل الصغير اللي في 6 ابتدائي معاه تليفون. هو الفكره ايه الالعاب؟ ما هو الاهالي بقت تفكر ان انا عايز العب ابني لعبه عشان خاطر اسفره يلعب في هولندا ويلعب. ما كانش الطفل في اعدادي عنده تليفون، ما كانش في اعدادي عنده تليفون. ما هو الجيل ده الكلام ده لسه بادئ فاهم. انا قصدي الالعاب، مش انت مش نازل طفلك عشان يلعب كوره عشان غرض اللعب. عايزين ان هو محمد صلاح تنزل. ما انت بقى ما فيش حاجه تعملها، انزل العب بقى. انزل العب، شوف انت هتلعب ايه، هتلعب كاراتيه، هتلعب كونج فو، هتلعب الرياضه حلوه، الرياضه مفيده اصلا. موسم بقى في الصيف تلاقي تمارين كاراتيه وراها مش عارف ايه في النوادي وفي الاستادات وبتاع. دلوقتي ما فيش، قاعد بيلعب على النت الحاجه الوحيده اللي عجباني في الوقت الحالي العيال بتسكيت. بس برضه انا مش شايفها رياضه. لا رياضه جامده فشخ كمان، رياضه مش سهله. هي ماشي، هي مش سهله، هي مش سهله اقول لك ماشي، بس انا شايفها واحد واقف زي اللي اسمه ايه السكوتر، زي السكوتر ابو كهرباء، سكوتر كهرباء. ايه اللي دخل السكيت في الكهرباء؟ انت عارف؟ مش عارف يعني ايه سكيت؟ ثانيه واحده ده اللي هو يا بني ادمين اهو رجل الكهف رجع معانا، ركب عجل في رجله دي اللي بتاع عجل في رجله، الكوتش اللي بيركب فيه 3 عجلات. هو باتيناج. هو ده يعني، هو اسمه باتيناج. هو ده. فين الوقوف في الموضوع؟ ما هو واقف على بتاع عجله بتجري وبقى يحرك رجله يمين وشمال عشان يجري. وهو هيجري ازاي؟ ما في عجل بيجريه. لا هو ايه اللي هيديله قوه الدفع؟ الحركه اللي هو بيحرك. الله ينور، ما بيتحرك اهو. ماشي، بس انت بتحرك 3 ثواني وبتجريك 2 كيلو. لا حركه واتزان. ده انا بشوفهم ماسكين في العربيه يا باشا. ما هو اللي بيمسك في العربيه ما ايوه، ما هو مبارس. ما هي دي الرياضه، محتاجه حركه ومحتاجه اتزان. ماشي، وانت لو جربتها قسما بالله ما هتكمل بلطين وهتقع. انا رياضي والله، انا بقول انا مجربها. لا انا ما جربتهاش، انا مجربها والله. مش قصدي، انا قصدي هتكمل بلطين. انت عمال تقول لي ما بيتحركوش اهو، والله العظيم اقول لك على حاجه، اجيب لك اسهل منها، السكيت بورد بقى، مش الباتيناج، البورده. لا البورده دي قسما بالله ما هتكمل 2 سم غير ما تقع على دماغك. البورده دي صعبه، كنت بلعب بيها والله انها هتكمل 2 سم غير ما تقع على دماغك. الباتيناج اصعب بقى. ايوه هي لعبه صعبه، الباتيناج هي صعبه ومحتاج اتزان. السكيتنج محتاج اتزان ومحتاج سكيلز في التوازن. فيها بطولات ايه؟ فيها في بطولات سكيت والله، بطولات بالهبل. طب حلو، بس مش في مصر. هتتعمل دلوقتي بقت تتعمل في مصر وتتعمل في وسط البلد. ما هو في ناس بتتحرك، تلاقي والله ناس بتسكيت عند البنك المركزي. هنا عندنا تلاقي العيال عماله تسكيت في كل حته. من يومين كده وانا معدي على البنزينه لقيت كتير قوي. حلو البنزينه اللي قدامكم، اللي قدام الكوبري. كتير عيال كتير قوي كتير. حلو، بني ادم مثلا ماشي بسكيت، بس برضه واخدينها رياضه كلعبه. انا بلعب بالسكيت، بنزل العب بيه شويه لعبه واحنا حلو انا قصدي مش ما تروحش. ثانيه واحده، ثانيه ما تروحش للنور. احنا بنتكلم عن الالعاب، احنا بنتكلم عن الجيمز. الشخص ده انا ما اتكلمتش من اجل بطوله، انا ما حكيتش، انا ما قلتش ان انا بلعب سله عشان اخد بطوله. انا لغايه دلوقتي ما قلتلكش انا عاوز بطوله.
انا خلاص بتكلم في الالعاب، ما تروحش للنور. اوكي احنا ما عندناش سكيت كلعبه. ما هو مفيش حاجه كده كلام. ما سكيت كبطوله، اللي هو راح ياخد بطوله يبقى اول الجمهوريه في السكيت. في كل حاجه موجوده لها بطولات، عندنا في كده كل حاجه موجوده بس ده اللي قصدي عليه ان هي موجودة. انما هل هي انا بتمشي مش دعوه هنا كبطولات؟ بنعمل كده، لا. هي بتمشي كبطولات؟ ما أنا لسه لا، بحكي لك من شويه عشان تلعب كوره. قصدي ليها ما أنا لسه حكي لك من شويه اهو، عشان تلعب كوره لازم يا اما تبقى انت الكابتن يا امك حلوه. ده الكوره غير في السكيت كل الرياضات يا جدع. لا مش والله، في كل الرياضات. مفيش هيجيبوا كابتن ابن في كل الرياضات، زي الكابتن اللي كان مهاجم عندنا هنا ده في البقلش كل ده. حاجه في كل حاجه ماشيه كده واسطه. اسمع كلها. مني، اوكي اسمع مني. ما هي كده، هي ماشيه كده. بطل كمال اجسام، انت عاوز تبقى كمال اجسام؟ مش مهم يكون عندك جمال اجسام. لا، ما دي بقى للاسف اللي لازم يبقى في الواد جسمه حلو. لازم يكون. طب ما يعني هو ما ينفعش دي عن طريق ابوه. اصل يعني يطلع الواد عنده انيميا. كابتن بيج رامي لو خلف رامي صغير، لازم يكون رامي ما عنده طلع، رامي ما طلعش بادي بيلدر، مش هينفع يكسبه بادي بيلدر. لازم. ما هو دي الفكره بقى. انت في حاجات في بتبقى مضطر. رياضات ما ينفعش تعمل فيها كده، ده هم مضطرين. انما لو هنا زي لو الأجسام عندنا القصير. في بلادنا الجميله وفيها واسطه، قسما بالله اجيب لك عيل عنده انيميا ادي بطل كمال اجسام ويطلع بره يعرن. زي ما تلاقي حارس مرمى قصير. انت ازاي وصلت اصلا انت بتقف حارس مرمى؟ جايز ما في كامبوس، ما انا وريتك كامبوس اه 170 سم وكان من الحراس الجميله في العالم. ده كان متخلف، ده كان في حاجه غريبه. لا كان من الحراس الجميله في العالم، كان من الحراس القويه. ملهاش علاقه بالمواصفات الجسديه اكتر في الكوره. الكوره ملهاش علاقه بالمواصفات الجسديه. احنا عندنا الباك بتاعنا بأتب. انيميا. الباك بأتب. انا ما بتخليش نسيح بقى. يلا خليه الباك اللي بيلعب عندنا بأتب مأتب وبنسميه لعيب كوره عادي. مش مواصفات الفيزيكال قوي اللي بتبقى موجوده في الكوره، اكتر ما هي مواصفات اللي هو فاهم يعمل الكوره ازاي ويلعب الكوره ازاي ويعمل بالكده ازاي. دلوقتي بقى في بطولات بقى، ما هو ده بقى التطور الطبيعي للحاجه الساقعه. حلو. كان زمان انت بتلعب ميدل ولا بتلعب كونكر ولا بتلعب بتاع من غير بطوله. دلوقتي كل حاجه فيها بطوله. ليج اوف ليجند الالكترونيه بقى جميعها ليها بطولات، ليها بطوله. وفي انديه دلوقتي، ده عاجبني برضو الكلام ده دلوقتي، ان الانديه الالكترونيه بيتم دعمها في مصر. ايوه ما انا فاهم. بيتم دعمها بفلوس. أيوة. لانها سيركل كامله، عشان يتشاف ان ده المستقبل وده اللي ممكن يجيب فلوس. برضو ما اقولكش انك تقدر تعمل ده، تعتمد على ده كمستقبل. لا. لازم تعلم العيال الرياضه فيزيكال، رياضه يقدر ينمي جسمه ذات نفسها بيها. وبعد كده هو لو برضو عاوز يلعب لعبه الكترونيه ويبقى بطل اي سبورت يبقى يلعب اللعبه الالكترونيه، سواء ليج اوف ليجند، سواء جاد اوف وور. جاد اوف وور اكيد ما فيهاش بطولات. فيفا مثلا بيبقى فيها بطولات كاس عالم، وعندنا ناس وعندنا ناس لعبه النهائي، واحد سعودي وواحد مصري، وعندنا ناس في البطولات دي حلوه. ليج اوف ليجند عندنا فرق وعندنا ناس وعندنا الكلام ده. والالعاب الالكترونيه بدات تنتشر بالبطولات بتاعتها، دي حاجه حلوه. بس برضه اهتم بالرياضه الفيزيكال، يعني خلي كده يبقى في شويه. هو اللعبه الالكترونيه هو كله بيحرك صوابع ايده. جرب الدوره الدمويه. ده انا في العيال الصغيره، عيل صغير عنده 20 سنه بقول له اتمشى معاه لغايه هنا 3 كيلو، يقول لك مش قادر. مش قادر ايه يا رحمه؟ ليه يابا؟ هو عشان هو رفيع بيه. مش هيستفاد حاجه، مش هيخس لا هيستفاد، هيجري دورته الدمويه بدل ما هو ما انت شايف في المود. بقول لك لا انا مش قادر امشي. انت بتدافع عن مين؟ مش بدافع، انا بهزر يعني. اللي هو بتدافع عن ايه؟ بقول لك انا مش قادر امشي. الواد يا ابني بيمشي مسافه من هنا لحد ما يكملش 2 كيلو، مسافه صغيره، وبقول يقول لك انا مش قادر. حسبي الله ونعم الوكيل. مش قادر، اللي هو مثلا مش كان هو ده اللي اوروبا وامريكا عاوزاكم تبقوا فيه. اللي هو مثلا مش قادر عشان خاطر هو كان بيشيل هنا اثقال ولا ده كان هو قاعد ما بيعملش حاجه. عم بيشرب سجاير، قاعد مريح فجاه عم بيشرب سجاير ويقول لك انا مش قادر امشي. يا نهار ازرق يا لهوي. اوديكي فين يا صحه؟ ضاع شبابنا. ولا شباب ولا. في اخر الحلقه احب اقول لك ان احنا موجودين على كل المنصات الصوتيه اللي تقدر تسمعنا عليها. موجودين برضو على اليوتيوب، ممكن تقدر تسمعنا على اليوتيوب. وسلاحف